وثلث المصنف بعد ذلك بالحمدلة، أي ذكر هذه الجملة وهي قوله الحمد لله رب العالمين، وهو تعالى أحق من حمد، لا يستحق الحمد إلا هو سبحانه وتعالى. والحمد فيه إثبات الكمال لله عز وجل، لأن الحمد هو ذكر المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما، فإذا لم يكن هناك محبة ولا تعظيم فهذا ليس بحمد، وإنما هو مدح. الله سبحانه وتعالى هو المستحق للحمد لأنه كامل الصفات، ولذلك عرفوه بقوله الحمد هو ذكر المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما.